الفيديو ده حلو قوي للناس اللي نفسها تعمل مشروع من البيتزا. وعلى فكرة الموضوع حلو جدا قوي، ودي بيتزا ايطالي. تعالوا اقول لكم الطريقة، بس تابعوا معايا بقية الفيديو عشان تعرفوا الخطوات بالظبط. معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، انا بنخله عشان يخش له هوا، واحط له كمان معايا معلقة ونص من الخميرة الفورية. كويس كده وبقلبه، وبعد كده بجيب معلقة من السكر برضو وبرضو احطها عليها واقلبها. طبعا ما بحبش احط الملح مع السكر في نفس الوقت. بتروحي مقلباه كويس جدا، وبعد كده بتجيبي نص معلقه من الملح وبرده بتحطيه عليها. هو اصلا كمان الاساس ان المفروض تكوني عامله عجينه البولش، بس طبعا انا هقول لكم دي الطريقه البسيطه والسهله. وبعد كده بقى بتجيبي الميه بتاعتك حوالي 600 جرام ل 700، بس طبعا بتحطي بشويش علشان عشان الميه ما تزيدش معاكي. انا عايزه المره دي العجينه هتبقى فيها تلزيقه بسيطه، مش هتبقى اللي هي لينه معاكي، لا انا عايزه فيها تحسي ان ايدك فيها تلزيقه، بس في نفس الوقت مش سايله قوي. وبس كده، وبتفضلي تحطي شويه بشويه لغايه لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بص زي ما انتوا شايفين بعجن اهو، بس طبعا الطبق مش مساعدني، هنزل على الرخامه وهفضل بقى اعجن فيها. بس الاول هحط معلقتين كبار من زيت الزيتون او 3. كويس، انا حطيت 3 معالق كبار زيت الزيتون. على فكرة بيدي طعم للبيتزا روعة، اسمعوا كلامي وجربوا الطريقة دي. والزيت الزيتون بيتحط بصوا زي ما انتم شايفين لما بتتعجن، وبتروحي عجنها تاني وبتديها بقى ملمس حلو ونعومة. وبرضو وانا بعجن في حتة تلزيقة زي ما قلت لكم في ايديا. وتفضلي بقى تعجني وتفضلي رايحة وجاية. من اساس النجاح العجينة اللي هي الايطالي انك تعجني كويس وتخمريها كذا مرة. وهتشوفوا معايا بالظبط انا عملت ايه. انا دلوقتي عجنتها خلاص، هسيبها بقى ترتاح. هدهن بس في البولة حبة زيت وهسيبها ترتاح لغاية لما تتضاعف. احنا عشان في الصيف فاحنا اساسا ممكن تسيبها نص ساعة هتلاقي اصلا خمرت على طول. دي اول مرحلة، اول تخميرة ليا. بصوا المنظر بعد ما سبتها حوالي ما كملتش اصلا ساعة الا ربع، هي نص ساعة لقيتها ما شاء الله مع الحر. بص طلعت ازاي وكانت روعة. وحطت في ايديا عشان طبعا زي ما قلت لكم فيها تلزيقه بسيطه، معلقه حبه زيت صغيرين من زيت الزيتون عشان اقدر ان انا احطها على الرخامه واعجنها تاني. وكل ما بتعجنيها كل ما الهواء بيخش فيها. بصوا انا بعمل ازاي، بشد في العجين وبقفلها. وبصراحه الطريقه دي كمان بتخلي كمان البيتزا الايطالي دايما بيبقى فيها فراغات كده وفيها زي انتفاخات كده وبلالين بتحس في العجينه، هتشوفيها كل ما بتسيبيه تعجني وبتسيبيها. حتى لما بتيجي تستوي دايما بتحسي البيتزا الايطالي في العجينه نفسها تحس ما تكون مفرغه. بس كده، دي تاني مره اهي ان انا برضو عجنتها ورحت حطاها هتتخمر تاني مره، وهسيبها تتغطى لغايه لما تعلى تاني. انا جربت يعني كذا طريقه للبيتزا، ولا حطيت بقى الناس اللي بيحطوا زبادي ولبن ومعرفش ايه وقصه، لا بجد من احلى البيتزات اللي جربتها بعد فتره من تجربتي لكذا نوع من البيتزا. انا هنا اختمرت تاني زي ما انتم شايفين اهو. وكل ما بتخمر كل ما بيظهر فيها زي ما قلت لكم الهواء والبالونات اللي بتبقى في العجينه. بصوا المنظر عماله، بصوا اشد وابتدي ان انا اقفل بالطريقه دي. ويا دوبك بس برضو بتقعدي كده تلفي فيها وتعجني فيها بسيط، وبرضو بتسيبيها تخمر تاني. يعني انا بالظبط هقول لكم عملتها 3 مرات، عجنتها 3 مرات بين كل واحدة وواحدة نص ساعة، واعجن فيها وارجعها تاني تخمر 3 مرات. واخر مرة بقى سبتها في التلاجة من بالليل لغاية الصبح، لغاية الظهر كده كانت اختمرت وما شاء الله كانت روعة. مش عايزة اقول لكم لازم تبات في التلاجة، لازم تقعد اكتر من 12 ساعة. هي دي بقى البيتزا الايطالي مش البيتزا السريعة. بصوا المنظر الجمال. دي كانت اخر حاجة عجنة ليا قبل ما ادخلها في التلاجة لمدة 12 ساعة. نفس التوقيت اللي دخلت فيه العجينة خرجتها لما هديت خالص وراحت اختمرت بقى بره وبقتش ساقعة. وبعد كده ابتديت اشتغل فيها. انا كده خلصت العجنة التالتة، هبتدي ان انا اغطيها بقى واسيبها في التلاجة 12 ساعة. بعد ما عدى مرور الوقت هوريكم منظرها عامل ازاي، اللي هو ال 12 ساعة.
خلاص كده هي خدت الخدمة اللي هي. بصوا المنظر، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، مش عايزة اقول لكم فلافي جدا جدا وطرية وناعمة، ومش كمان الكاميرا مش مبينة الفقاعات او الهواء اللي هو اللي زي ما قلت لكم اللي بيبقى في العجينة من كتر العجن بقت تحسي عاملة زي الهواء من جوه. وهو ده اللي بيميز البيتزا الايطالي. بس كده. وبعد كده بقى بتاخديها بتشوفي بقى ايه، بتحطيها في اي بتبتدي بقى تعملي الحشو بتاعك زي ما انت بقى عايزة. اي حشوة عندك من فوق تحطيه. طبعا انا عندي هنا الصواني دي بتاعة الفرن، البنت الحلوة الجميلة دي، ورحت رشة دقيق ورحت فردة العجينة، كانت بمنتهى السهولة وتحسي كده جميلة كده وانت بتعمليها، مش عايزة اقول لكم روعة. هقول لكم بقى التسوية. لازم يعني طبعا انا بعد ما بخلص الحشو بتاعي اللي على الوش، طبعا اي حاجة عندك طبعا دي براحتك، لكن اهم حاجة تكوني مولعة الفرن على اكبر درجة حرارة في الفرن بتاعك. شوفي اعلى حاجة ايه هي. وبعد كده بتكوني بقى بتدخليه الفرن، ويا دوبك مفيش بتلاقي اللي يبتدي القعر بتاع العجينة نفسها يبتدي ان هو يحمر، على طول افتحي الشواية. البيتزا عامة ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق لربع ساعة، ما بتاخدش اكتر من كده. اكتر من كده هتشد معاكي وهتلاقيها ناشفة في اسنانك، مش هتعرفي تاكليها. بس كده. فهي بالطريقة دي. وطبعا رشة الزعتر اللي على الوش دي على فكرة مع الجبن بتدي طعم حلو قوي. بس. وطبعا انا كان عندي ستريبس وعندي هوت دوج، رحت حطاهم مع بعض وحطيتها زي ما انتم شايفين. ومش عايزة اقول لكم الجمال، والله مهما اقول لكم حلاوة البيتزا دي مش هتصدقوا. جربوها بس مرة وانتوا ان شاء الله هتعملوها. بصوا المنظر، بصوا الهواء اللي مطرح العجينة عمل فراغات ازاي، هي دي بتميز البيتزا الايطالي. وبالهنا والشفا.